قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بالمغرب سنة 1953 بنفي سلطان المغرب محمد بن يوسف إلى جزيرة مدغشقر بعد رفضه التوقيع على مجموعة من الظهائر، ليفجر ذلك مزيجا من مشاعر الغضب والحزن في قلوب المغاربة فصل الذين لم يتحملوا فراق ملكهم، لكن المفاجأة كانت عندما رأوه على سطح القمر. نعم، كما تسمع على سطح القمر، فالأمر لم يتعلق بشخص واحد أو اثنين أو حتى سكان قرية ما، بل هم بالآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين وربما أكثر، يجزمون جزما قاطعا فصل أنهم شاهدوا السلطان بأحلى حلته على وجه القمر. يمكن تفسير رؤية الملك في القمر على أنه هستيريا جماعية أصابت المغاربة بسبب حبهم الشديد للملك محمد الخامس الذي أصبح بعيدا عنهم بكيلومترات. فعندما ينظر الإنسان إلى القمر سيرى بقعا ضوئية قابلة لأن تحملها أي صورة تخيله. رجال الحركة الوطنية استغلوا حب المغاربة لملكهم وحولوه إلى أسطورة أذهلت الاستعمار الفرنسي. ورغم أن فرنسا فصل كانت تعلم أن الأمر يتعلق بخدعة بصرية، لكنها لم تستطع فعل شيء نظرا للتجاوب الشعبي الكبير مع الفكرة.